السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله معايا جيلي طبقات بالفاكهة رائع. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. اول حاجة هعمل قاعدة في الصينية اللي هعمل فيها. هجيب هنا كوباية مية مغلية 200 جرام، واحط عليها معلقتين جيلاتين خام. تمام. واحط شعرة كده صغيرة على حرف المعلقة فانيليا تعزز الطعم. تمام. وهحط معلقتين اناناس، جيلي اناناس، وادوب ده كله كويس جدا لما يدوب معايا قوي قوي قوي، عشان دول انا هعملهم قاعدة في الصينية للي هعمله بعد كده. تمام. ادوبه كويس قوي كده، واحط هنا معلقة سكر ادوبها برضو كويس قوي. الجيلاتين بيغيب شوية عقبال ما بيدوب، بس بيدوب يعني وبيبقى كويس قوي اهو زي ما انتوا شايفين معايا. داب كويس قوي، واحطها في الصينية، واحط الصينية دي كده في الفريزر ربع ساعة بالظبط. عقبال بقى ما الربع ساعة يعدوا هحضر انا طبقة الجيلاتين اللي هحط طبقة الجيلي اللي هحط فيها الفاكهة. طبعا هنا انا معايا كوباية ونص مية مغلية، هحط عليها بقية الباكو ونص اللي بتاع الجيلي اللي هو الاناناس. طبعا كل واحد ورغباته في الالوان. واحط هنا معلقتين سكر، وبرضو معلقتين جيلاتين صغيرين، وادوب الكمية دي كويس قوي، واركنها لحد ما ايه اللي في الفريزر يتجمد. زي ما انتوا شايفين كده ادوبها واشوف هعمل ايه تاني. ادوبه كويس قوي قوي قوي. احط عليهم بقى قد كوباية ونص المية المغلية، احط كوباية ونص مية متلجة. بس كده يكون عدى بقى الربع ساعة بتوع الصينية اللي كانت في الفريزر. زي ما انتوا شايفين طبقة متجمدة. ابدأ بقى اوزع الفاكهة بتاعتي بشكل كويس عشان تطلع بشكل حلو، لما اقلبها تبقى شكلها كويس. هنا كيوي، اي بقى فاكهة عندي ابدأ اقطعها واحطها، بس المهم التوزيع، ما رميهاش وخلاص. اوزعها كده زي ما انتوا شايفين. وادي معايا فراولة، وادي الموز. عندك بقى برتقان حطي، تفاح، اي فاكهة عندك حطيها. وزي ما انتوا شايفين كده معايا برتقان مقطعاه، انا قشرته وقطعته فصوص، وبعد كده الفصوص دي قطعتها عشان ما يبقاش منزل ميه معايا. وبقيه الرمان بقى حطيته خلاص، حطيت كل طبقه فيها من الفاكهه اللي عندي، فاحط بقى الباقي كله اوزعه بقى بقيه الكميه اللي عندي، عشان كل الطبقات تبقى فيها نفس الفاكهه. احط بقى الجيلي اللي انا عملته، وارجع برضو احطها في الفريزر نص ساعة كمان، مش اقل طبعا من ساعة خالص، عشان تجمد كويس جدا جدا معايا. ادي كده دي تاني طبقة بنفس الجيلي الاولاني. هنا بقى جبت لون مختلف تماما اللي هو الاحمر. انا جايبه هنا جيلي فراولة، دي الطبقة التالتة. حطيت برضو معلقتين جيلاتين صغيرين على باكو الجيلي، ومعلقة سكر، وكوباية مية لازم تكون مغلية. وابدأ ادوب ده كله كويس جدا جدا جدا. لازم تدوب معايا قوي قوي يعني، زي ما انتوا شايفين كده. الجيلاتين بيساعد هنا معايا ان الطبقات تطلع متماسكة، ما تسحش مني. هنا بقى بحط كوباية المية المتلجة. طبعا هنا كانت عدت ساعة، ساعة وربع كمان.
على الصينية كانت في الفريزر، ابدأ بقى انزل عليها بالطبقة اللي هي لونها احمر، واحطها بقى في التلاجة لا يقل عن 4 5 ساعات، وما اقلبهاش قبل ال4 5 ساعات، لان لو اتقلبت قبل، لو يا حبذا لو سبتيها ليلة كاملة، لو اتقلبت قبل كده ممكن ما تبقاش متماسكة كويس. زي ما انتوا كده شايفين بسلكها الاول من الجناب. تمام، اسلكها كويس قوي قوي. وبعد كده اجيب صينيه احط فيها شويه ميه سخنين، ويا دوب اسقط الصينيه واطلعها على طول اللي فيها الجيليه اهو، في ثانيه كده واروح مطلعها في ساعتها. تمام، عشان تفك، ما مش اكتر من كده، اكتر من كده هتسيح معي. اول ما الاقيها بتتحرك كده معايا اعرف ان هي فكت من تحت، اقلبها بقى. بس انا هنا عندي غلطه للاسف، ان الطبق طلع صغير وغويت سنه، فاهم؟ كنت عايزه ابين لكم الطبقات وهي واقفه كده، بس للاسف عندي الطبق طلع صغير شويه. دي غلطه برضو، فكان لازم اقولها لكم عشان تخلوا بالكم منها. بس هقطعها لكم واوريكم الطبقات وشكلها هيبقى ايه في النهايه. هي شكلها طبعا رائع جدا، وزي ما انتم شايفين طبقه الجيلي الاحمر وطبقه الجيلي الاصفر باينه جدا وجميله قوي. ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله.